لا بقى، ما هو رمضان مش هيخلص من غير ما اعمل كنافه تيتا. كنافه تيتا، الكنافه الساده الطريه الاصليه، فاكرينها دي لما تيتا كانت بتعملها؟ يلا بينا نعملها، ما هو مش هينفع رمضان يخلص من غير ما نعملها. اول حاجه هنسمي بالله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نفرش بقى المفرش اللي بنشتغل عليه عشان انتوا عارفين الكنافه بتمرمط الدنيا. ونجيب بقى ايه، صينيه كده كبيره علشان نشتغل فيها. بصوا بقى، هنحتاج لكوبايه الا ربع من السمنه. دي سمنه انا مسيحاها، يعني زبده بقري وانا سيحتها. هنحتاج لكوبايه الا ربع. انا عايزه الزبده دي بدرجه حراره الغرفه، مش من عايزاها من التلاجة ولا عايزاها دايبه خالص. بصي بقى، جبت نص كيلو من الكنافه، ما دخلتوش الفريزر ولا اي حاجه. تيتا كانت بتقعدني كده على صينيه وتقعد تقول لي قطعي يا ساره، قطعي يا ساره. ما كانش في بقى ان احنا ندخلها في الفريزر والكلام ده، فهنقعد نقطع فيها كده. بصي بقى، الموضوع ده بياخد 10 دقايق. يعني ممكن تجيبي بنوتك، تجيبي اختك الصغيره، تجيبي حفيدتك، إيه اللي موجوده عندك، تعالى قطع يا حبيبي. تيتا كانت بتجيبني انا. بعد ما قطع شويه كده، نزلت بقى ايه بكوبايه الا ربع من زي ما قلت لكم السمنه. وبعدين هنزل بمعلقتين كبار من عسل النحل. طب يا ساره، واللي ما عندوش عسل نحل؟ تيتا الله يرحمها كانت بتضيف معلقتين كبار من سكر البودره. وساعات كنت بلاقيها بتضيف شربات الكنافه البايت او شربات القطايف البايت اللي كان موجوده عندها في التلاجة. كنت بشوفها بتعمل كده. لبست بقى الجلافز بتاعي علشان دلوقتي الدنيا بقى هتزيد خالص، وقعدت اقطع فيها وقعدت احاول ان كل كنيفايه تروح شربه من السمنه وتشرب من العسل. دي حاجه مهمه جدا. زي ما قلت لك هتقعدي تقريبا 7 دقايق 10 دقايق، انت وصحتك. انا عايزه اعملها زي ما تيتا كانت بتعملها، الطعم كان خيال يا بنات. بصوا يا بنات، انا في التوقيت ده شغلت الفرن على درجه حراره 180. بصوا شايفين بعمل ايه؟ بخلي الكنافه تشرب من الحته اللي فيها سمنه وعسل كده. وبعد 10 دقايق من الفرهده، جبت بقى الصينيه الالومنيوم اللي انا دهنتها بالسمنه. وبدات بقى ايه، اخد الكنافه وارصها واضغطها بالشكل ده. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. تيتا ساعات كانت بتعملها لنا كده كلها على بعضها، وساعات كانت بتحشيها بشويه كده من السوداني وجوزة الهند اللي كان موجود عندها يعني، وزبيب وكده. بس احنا كنا بنحبها يا ساده، يا حشيها لنا موز، يا حشيها لنا مهلبيه. هي كانت بتعمل لنا كده، يا ساده يا موز يا مهلبيه، لكن السوداني والزبيب وكده ما كناش بنحبها قوي. نقعد بقى نضغط كويس، نضغط كده. يا بنات، الصواني الالومنيوم لما تشتريها لازم تجيبيها صواني كويسه عشان تنفعك في كل حاجه. وبعد كده زي ما انا بعمل، بتغسليها وبتنشفيها وبتشيليها عشان تعيش معاكي العمر كله. انتوا طبعا شايفين حاجتي بسم الله ما شاء الله بتعيش معايا وبتدوم، لاني بحافظ على حاجتي. الصواني دي خطيره في البيتزا، خطيره في البسبوسه، جميله في الكنافه. بعد ما بستخدمها بغسلها وبنشفها كويس، وبعدين بشيلها تاني في علبتها. زي ما انتوا شايفين الصواني دي يا بنات صواني كيتشنوفا، انتوا سالتوني عليها اكتر من مره، وانا والله كل مره اقول لكم كيتشنوفا كيتشنوفا. بصوا يا بنات الجمال، بنجيب بقى ايه كوبايه وبالقاع كده ونعمل ايه، نضغط 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 وندخلها على الفرن. زي ما قلنا الفرن احنا مشغلينه من 10 دقايق على درجه حراره 180. نطلعها بقى من الفرن. بصي، واقلبي بقى الجمال. مسلسل ضرب نار هنا كان شغال بقى، وانا دماغي مع المسلسل، وانا ما بفرجش غير على مسلسلين، جعفر العمدة وضرب نار. وبقى مش قادره اقول لكم بقى، ياسمين عبد العزيز هي بقى واحمد العوضي عاملين شغل. المهم بقى نيجي عند شربات الكنافه. احنا عايزين الكنافه متوسطه، مش ناشفه ومش طريه. هيبقى الشربات بتاعها عباره عن ايه، كوبايتين من السكر على كوبايه ونص من الميه. هيبقى الشربات بتاعك زي الفل. اهم حاجه يكون الشربات ساقع من التلاجة والكنافه لسه طالعه سخنه. بصوا بقى طريقه التقطيع دي، بتحطي الطبق كده في النص وتقطعي حوالين الطبق. على فكرة الطريقة دي طريقة تقطيع صواني المحلات، صواني كنافة المحلات. وبعدين بقى زي ما انت شايفة بالسكينة كده، وتبدأي تعملي الشرايح دي. عايزة اقول لكم ريحتها كانت تحفة. ريحتها دي من ايه يا بنات؟ من السمنة البلدي، يعني عشان انا مستخدمة سمنة بلدي. كل الموضوع ما دام انت سويتي الحاجة صح، خلاص بتبقى جميلة جدا. اصل انت عامله ايه يعني، دي كنافه ساده يعني، احنا ما عملناش المستحيل. وانا ما قطعتش منها لاني انا عاملاها علشان هناخدها ونروح نسهر مع اصحابنا وناكلها مع بعض. عشان كده انا غيرت هدومي خلاص، بقيت جاهزه للخروج. بس طعمها بقى ما اقولكوش، خرطه منها على معلقه قشطه تاخدك في عالم تاني. شايفين بقى انا كده قربت منها من الكاميرا؟ شايفين التقطيع الصح والشياكه والجمال؟ وفي كده جربوها على طريقتي وان شاء الله تعجبكم. استودعكم الله، مع السلامه.